الحمد لله. أحمد القندوسي عمل العملية النهاردة الصبح منذ ساعات، والحمد لله نجحت العملية، وإن شاء الله إن شاء الله يقوم بالسلامة. أنا في الحلقة دي هرد على بعض التعليقات اللي جات لي، وكمان هتكلم عن دعم الإعلام المصري للاعب أحمد القندوسي، وهتكلم على بيان النادي الأهلي لأحمد القندوسي، وبرضه زيارة لاعبي النادي الأهلي زمايل أحمد القندوسي لأحمد القندوسي إن شاء الله. وبرضه هتكلم عن دعم المنتخب الجزائري بقيادة المدرب وكل أعضاء الجهاز واللعيبة اللي نزلوا دعمهم وفي الوقت ده لأحمد القندوسي، لأن وقت مهم قوي قوي للاعب لأي دعم، لأن زي ما قلت لك الإصابة صعبة، لازم دعم من صحابه إذا كان في الفريق أو في المنتخب، إذا كان صحابه القدامى في الأهلي أو النادي الأهلي أو الاتحاد الجزائري أو الإعلام المصري اللي بيتمنى له إنه يقوم بالسلامة، وإحنا بنتمنى له إنه يقوم بالسلامة. أحمد القندوسي بجد جمهور الأهلي بيحبه، لاعب مؤدب ولاعب محترم وخير سفير لإخواتنا الجزائريين في مصر. فأنا هرد على بعض الكومنتات اللي جات لي بعد ما عملت الحلقة امبارح، وربنا يطمن أهله عليه. فيلا بينا ندخل في الحلقة، بس قبل ما نخش في الحلقة يا ريت ندعي لإخواتنا في فلسطين، كثفوا الدعاء ونصلي على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورأيك في الكومنتات برضو يهمني. ويلا بينا نتكلم عن دعم لاعبنا أحمد القندوسي. امبارح نزل النادي الأهلي بيان بعد إصابة أحمد القندوسي، مضمونها انه بيتمنى الشفاء لاحمد القندوسي لاعبنا السابق، الراجل اللي ما شفناش منه اي مشكله، الراجل المحترم المؤدب اللي كان خير سفير لاخواتنا الجزائريين وللجزائر في النادي الاهلي وفي مصر. فتمنى له الشفاء وان شاء الله يبقى احسن من الاول. النهارده برضو الكابتن احمد شوبير في البرنامج بتاعه اتكلم وقال ان الحمد لله العمليه نجحت، ونتمنى الشفاء لاحمد القندوسي وان شاء الله يبقى احسن من الاول، وان في وفد من لعيبه الاهلي اصحابه اللي كانوا بيلعبوا معاه داخلين ان شاء الله هيروحوا يزوروه بعد العمليه لما يفوق ان شاء الله النهارده. وبرضو الاعلام المصري كله اتكلم على احمد القندوسي وقد ايه انه لعيب موهبه وقد ايه انه لعيب محترم وما عملش مشاكل، يتمنوا له الشفاء. لان ده انا بس هرد على الناس دي في الاخر اللي هم قالوا لي ده الاصابه متعمده، يا ريته ما جه مصر، ده المصريين قاصدين يصيبوه، بعض الكومنتات والكومنتات القليله، لان ده في الاول وفي الاخر نصيب، وهتكلم وهقول لكم. وبرضو المنتخب الجزائري والاتحاد الجزائري اللي طلع برضو وقف مع احمد القندوسي ونزل بيان وقال نتمنى الشفاء ليه واحنا معاه واحنا وراه، وده حاجة يعني مش جديدة ولا دي حاجة نشوفها غريبة على الاتحاد الجزائري ولا المنتخب ولا اللعيبة. أمثال مثلا أن المدير الفني بيتمنى الشفاء وكل الجهاز الفني لأحمد القندوسي والعودة سريعا، لعيب مفيد للجزائر ومفيد لأي فرقة يلعب فيها. برضو نزل رياض محرز وبغداد بنجاح ومحمد الأمين عمورة وكل لاعبي المنتخب الجزائري نزلوا صورة أحمد القندوسي بتيشيرت المنتخب ودعموه وقالوا له إن شاء الله بسرعة ترجع للملاعب، ربنا يشفيك ويعافيك. كل بقى واحد اتكلم ونزل تويتة لأحمد القندوسي. أحمد القندوسي اللي زي ما قلت لك كان في المنتخب في الفترة الأخيرة، رياض محرز اتكلم، محمد الأمين عمورة، بغداد بنجاح، كل اللعيبة تمنت الشفاء لأحمد القندوسي. أنا في الجزء الأولاني تضامن واسع وده المنتظر من صحابه، لأن زي ما قلت لك الإصابة مش سهلة، فلازم نفسيا اللاعب لما يلاقي الناس كلها حواليه والناس كلها بتدعمه هيهدى نفسيا. وأنا عارف إن أحمد من اللعيبة المتدينة، اللعيبة المؤدبة والمحترمة، إن عارف إن كل ده بأمر ربنا، ولازم الجمهور حتى يعرف إن ده بأمر ربنا. كان ممكن ياخد الخبطة دي وما يحصلوش حاجة ويقوم سليم وما فيش أي حاجة، بس ده قضاء ربنا. كان ممكن الزحلقة ما تجيش بالشكل ده، بس هو في الأول وفي الآخر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنا جاي أرد بس على بعض الكومنتات اللي قالت اللي غلطت يعني فينا كمصريين، وانتوا قاصدين تأذوه وانتوا عايزين تكسروه ومتخطط له ويا ريته ما جه. يا جماعه في الاول وفي الاخر انا بقول لك ان ده نصيب. اكم من ناس مصريين جالها اصابات واصابات جامده
في مصر وبره مصر ما طلعناش نغلط في يعني كده. انت لو ترجع بالزمن في الدوري الانجليزي كده من 3 4 سنين، سون لما دخل على جوميز لاعب ايفرتون حصل اصابه قويه شبه كده، سون كان بيبكي. انت لو تبص امبارح على لعيبه فاركو وجهاز فاركو كانوا بيبكوا لما شافوا الاصابه. اللعيب ما كانش، بص انا مش هقول لك ان اللعيب ما يتعاقبش، لا هو خد طرد ويتعاقب وغشيم وما ينفعش انه يلعب بالطريقه دي، بس اللاعب هل هو وهو داخل على الكوره كان عارف ان هو هيكسره كده؟ يا راجل ده الانسان لو شاف قطه قدامه وهو بيمشي ويعدي يخاف يخبطها ولا حاجه، بالك ده بني ادم. انا من نيتي ان انا اخش اكسره ليه؟ احمد القندوسي اولا محترم، لعيب مؤدب، لعيب ما فيش بينه وبين اي حد مشاكل، وغير كده هو لعيب اصلا ما بيصيرش التعصب. يعني في لعيبه تشوفها كده في الدوري المصري، مش هقول لك ذكر اسماء، لا لعيب رخم وبيبقوا قاصدين يخشوا عليه جامد، مش قاصدين يكسروه بس قاصدين يخشوا عليه جامد عشان هو مش مؤدب ومش محترم وبيعمل حاجات في الملعب غير لائقه. لكن واحد زي احمد القندوسي محدش هيتعمد اصابته، لاعب مؤدب ولاعب محترم ولاعب ما شفناش منه حاجه وحشه. اللاعب غشيم، اللاعب متهور، لكن قصده انه يخش يكسره بالطريقه دي وان النتيجه دي تكون لا. انا بقول لك ما اعتقدش ان في حد يبقى مؤذي للدرجه دي. وكمان غير كده ان هو اصلا اللعيب ما عمليش حاجه عشان اذيه واتمنى له انه يحصل له كده، ولا انا عايز انزل اعمل له كده. فالقصه دي مستبعده وملهاش علاقه بمصر بالجزائر. هو ليه احنا لعيب جزائري؟ ما احنا عندنا لا يعني ما كان بيلعب في الاهلي ما اتصابش ليه؟ او ما حدش تعمد يعمل معاه كده ليه؟ لو هو مكروه او لا يا جماعه، موضوع والله ما لها علاقه. احنا هنا مصريين والله بنحبوا الجزائريين والجزائريين بيحبونا وعندنا توانسه وعندنا مغاربه وعندنا من كل حته لعيبه. حدش ليه هنعمل كده؟ فالموضوع خرجوها بره ان كونها عداء وانه قاصد وانه عايز داخل عارف هو بيعمل ايه. يا جماعه دي كوره وده نصيب وقدر. اللعيب غشيم، نقدر نقول غشيم متهور، لازم يتعاقب بسبب تهوره ده. فبجد يعني ما تخلوهاش تخش السكه دي. احنا نتمنى الشفاء كمصريين لاحمد القندوسي، وبنحب احمد القندوسي وبنحب اخواتنا الجزائريين والله، واي جنسيه بتيجي تلعب عندنا على دماغنا. احنا اللي بيخش مصر بيشوف مدى الحب المصريين والله، وبيشوف ان لا احنا بنرحب باي حد، واحنا مش في قصدنا نأذي ليه؟ نأذي ليه ولا نأذي لعيب ليه؟ فنتمنى له الشفاء وان شاء الله، وعمل العمليه والحمد لله هيقوم بالسلامة ومنطمن أهله. ومكانكم في مصر تعالوا شرفونا في مصر وطمنوا على ابنكم، مفيش أي مشكلة، وهو برضو في عيون وفي ايدين أمينة في مصر. زي ما قلت لك لعيب مؤدب، كل المصريين بيحبوه، وحتى زملائه اللي لعبوا معاه واللي ما لعبوش زعلانين عليه والإعلام زعلان عليه. نتمنى له الشفاء وربنا يطمن اهله عليه، وان شاء الله يقوم بالسلامه، يقوم على رجليه. المهم انه يقوم يمشي على رجليه، وبعد كده ان شاء الله يتمرن وينزل تاني. اكم من اصابات كانت شبه دي ولعيبه رجعت تاني، بس المهم انه يقف على رجليه ويرجع بالسلامه وكل حاجه سهله. فربنا يشفيك يا احمد ويطمن اهلك عليك ويطمنا عليك، وان شاء الله ترجع تكسر الدنيا زي الاول واكتر. ودمتم في امان الله.